السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح بسيط وهو الإخفاء التطبيقات اللي هي الإباحية بالمتجر أو باليوتيوب، وبرضو بشرح لكم القيود بصفة عامة. وهذه ميزة من ميزات أبل. بندخل على إعدادات، لو عندك أطفال عندهم أيباد أو أيبود، تبع الخطوات هذه وأعطيهم الأيباد أو الأيبود بتكون مطمن يعني. ندخل على عام، بعدين ندخل القيود. طبعا لأول مرة بيطلب منك انك تدخل كلمة سر اللي هي تمكين القيود. طبعا لازم تكون متذكر كلمة السر عشان في حالة نسيانها ما لك غير الفورمات، ما تسترجع ولا بطريقة. طيب نختار أي كلمة سر من 4 أرقام نكررها. الآن فتح لنا القيود أمامنا. طبعا اللي هي الإخفاء حقت المقاطع في اليوتيوب الإباحية أو غيره. ندخل على الأفلام، نختار أول واحدة فقط لا غير، الأولى والثانية، هذه هي المناسبة للأطفال. طيب نرجع هنا موسيقى وبودكاست، نقفلها. التطبيقات خليها لسن 4 سنوات فقط. ولو انت رابط حسابك بفيزا او بطاقة ايتونز ممكن انك تقفله برضو عشان ما يغلطوا يشتروا من جوا اللعبة. طيب لو عندك هنا تبي تقفل لهم المتصفح، تقدر تقفل لهم متصفح سفاري. لاحظوا معايا، شوف قفلنا سفاري. شوف سفاري اصلا ما يظهر، صار بالبحث. طبعا في كل مرة تخرج من القيود بيقفل لك اياها مباشرة. الكاميرا تقدر تقفلها بتختفي تماما. لو قفلت الكاميرا بيتقفل معاها الفيس تايم. الايتونز تقدر تقفله. تثبيت التطبيقات بيختفي المتجر. حذف التطبيقات ما بيظهر لك عليك الاكس، يعني ما يمدي احد يحذف اي تطبيق. لاحظوا معايا اختفت علامة الاكس. الآن علمتكم كيف تقفلوا المواقع الإباحية والمقاطع حقت اليوتيوب والبرامج والألعاب اللي هي فوق سن الأطفال. علمتكم كيف تقفلوا الكاميرا والفيس تايم ومتصفح سفاري، وما تخفي المتجر، كذلك تخفي حذف التطبيقات. أتمنى تكون الفكرة وصلت.